بص يا صاحبي، لو فاكر ان العضله ما بتتبنيش غير لما تروح الجيم وتشيل في حديد، فانت ما تعرفش ان المعلقه اقوى من الدمبل. العضله محتاجه بروتين، يعني الجسم لازم ياخد الماده عشان يبني بيها. لو بتتحرك شويه طول اليوم وبتاكل صح، يبقى جسمك هيبني عضل، وهيبقى الموضوع لا محتاج جيم ولا اشتراك. طب تاكل ايه بقى؟ هي ما رنتش ليه؟ نقولها تاني، طب تاكل ايه بقى؟ بيض، بروتين نضيف وسهل الهضم. تونه مليانه اوميجا 3 بتساعد على بناء العضله ومضاده للالتهابات. عدس، بروتين نباتي محترم وكمان بيدي طاقه. فراخ خصوصا الصدر خفيفه جدا ومليانه بروتين. زبادي بيساعد على الهضم، مليان بروتين وكمان فيه كالسيوم. فول والله مليان بروتين وبيشبعك كمان. وكمان ما تنساش الميه، لان العضله فيها ميه اكتر من اي حاجه. يعني لو مش بتشرب ميه، جسمك لا هيعرف يبني ولا يحافظ على حجم العضله اللي عندك. كل وجبه حاول تحط فيها مصدر بروتين حتى ولو بسيط. كل ما تاكل اكل نظيف وتشرب ميه كويس وتتحرك، جسمك هيقول لك الله ينور، برافو يا نجم. افتكر دايما ان العضله بتبدا من المعلقه، مش لازم من الجيم. جربت تزود عضلك من غير جيم؟ وبتاكل ايه؟ شاركني في الكومنتات. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه.